ايه؟ مفيش حمد لله على السلامة؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما تنساش تلحق تبلغ السنيورة بتاعتك إن جوزها اتجوز عليها، ها؟ يبلغها جوزها، تبلغيها انت. اظن اللي تاخد واحدة من جوزها مش هتغلب توصل لها انها عملت كده. بقول لك ايه؟ مش خايف أنقل الكلام اللي أنت بتقوله ده لسالم بيه يقوم يقطع عيشك أو رقبتك؟ لو انت الصادقة، هو كان هيقطع عيشي لو ما كنتش خدت بالي من الحاجات اللي سبتيها في اليخت عشان مدام ريهام تشوفها. لونه حلو صح؟ تحفة. برافو عليك. لايق قوي كمان اصله على شاطر. يا ربنا. نسوان زبيدة ايه فرحات بس. اسألي بدل ما انت قاعدة محتارة كده، على الأقل تلاقي حاجة تشغلك بدل ما انت تبحلقي لي وأنا باكل. خلص اكل براحتك وبعدين نتكلم. ما تهيأليش عندك صبر لحد ما أخلص أكل. عينيكي كلها أسئلة. عايزه اعرف ناوي على ايه يا باسم بعد ما تخلص اكل طبعا. أكيد هحلي طبعا. باسم انت فاهم انا اقصد ايه؟ أكيد هاخد حقي من اللي عمل فيا كده. تقصد سيد؟ سيد مين يا روح سيد؟ هاخد حقي من أبوكي. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي كويسه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وايه اخبار ولي العهد؟ الحمد لله كويس. الدكتور طمنك؟ لا انا ما نزلتش، تعبت شويه، كلمته واجلت الميعاد لبكره. خلاص خليكي بقى لغايه لما الاقي جارد تاني. سليمان ما ظهرش في غيابي، اصلي بطلبه من ساعه ما رجعت ما بيردش. ايه ده؟ انت ما تعرفش ولا ايه؟ وماهر يعرف منين ان سليمان هو اللي قتل اشرف؟ ده شك في اخلاص لسعادتك واتهام ولا انا بتهيألي؟ وانت ليه خدتها بالشكل ده؟ عشان سعادتك ما شفتش باصص لي ازاي وانت بتسألني السؤال. وانت كمان ما شفتش نفسك وانت بتقول لي خبر موته بمنتهى الهدوء كده. الله يرحمه يا فندم، مش هيغلى على خلقه. ونعم بالله. مؤمن قوي انت يا سيد. يعني يا فندم بحاول اقلل ذنوبي على قد ما اقدر. وذنوبك دي بقى من ضمنها الخيانه؟ عمري ما خدتش فيها ولا ذنب واحد حتى يا باشا. احسن برضه. انا اصلي ما عنديش غير ذنب واحد بس، بقتل اللي بيخونني. بس ده مش ذنب يا باشا، ده ممكن يتحط لك في ميزان حسناتك انك بتخلص البشريه من الفصيله دي. قول لي، عملت ايه في موضوع الجارد الجديد اللي هياخد باله من وجيه والمدام؟ ما انا كنت جاي استاذن سعادتك عشان انزل اجيبه بنفسي. بقى لي ايدك منه قوي. سعادتك امتني امانه ولازم اكون قدها. وبعدين يا فندم تقدر تعتبر اللي جاي ده 2 في 1، غير ان هو جارد سواق مفيش منه. المدام عندها ميعاد بكره مع الدكتور، تنزل معاها تديله ميعاد يقابلكم في العياده، بعد ما تتفق معاه تجيبوه معاكم وانتوا جايين. اوامرك يا فندم، عن اذنك. سيد، المدام من الطياره للعياده ومن العياده للطياره، لا تروح لا كده ولا كده. رساله سعادتك وصلت، ما تقلقش يا باشا، اوامرك هتتنفذ بالحرف الواحد. استاذن سعادتك تبقي جاهزه بكره قبل ميعاد الطياره عشان ما نتاخرش. بجد؟ سالم بيه امرني ان انزل معاكي بنفسي. عن اذنك. اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. يا بنتي هي حنفيه الماء اللي في وشك دي ما بتقطعش ابدا. بتعيطي على مين المره دي؟ بعيط على خيبتي. شفت اللي حصل يا سيد؟ ايه اللي حصل؟ سمعيني الاخبار العظيمه، اهبديني في وشي. بعيط على عجم اللي راح. بتعيطي على راجل ميت بقاله 8 سنين؟ بعيط على خيبتي وعلى مستقبلي اللي راح. واطيه، وانا اللي فاكرك بتعيطي على الراجل، اتاريكي بتعيطي على نفسك. انت بتتريق يا سيد؟ طبعا اتريق، ما افرش المرايه واقعد انوح زيك. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ نشغل ده، هو اللي جاب لها سكه عجمي، هو اللي جاب لها سكه غيره. عيطي يا حبيبتي، عيطي.
عايزه اعرف ناوي على ايه يا باسم؟ اكيد هاخد حقي من اللي عمل فيا كده. تقصد سيد؟ سيد مين يا روح سيد؟ هاخد حقي من ابوكي. بابا ادخل. هو بابا مش هنا؟ ما انتي عارفه انه مش بينام هنا عشان خاطر وجيها. هو مش في اوضته؟ ما انا افتكرته هنا عشان كده. يمكن خرج. كلميه على الموبايل ده لما كانش قافله. اوكي، انا هنزل اشوف تحت في المكتب. شكرا. الو. ايوه بابا، انت فين؟ قلقتني عليك. ايه، في حاجة عندك؟ لا مفيش، انا بس بطمن على حضرتك. لا أنا كويس، بس أنت قلقتيني. طيب هو سيد معاك؟ لا، اشمعنى يعني؟ ازاي بس يا بابا؟ امال حضرتك مشغله عندك ليه؟ الله، فيها بس أنت ما تفهميني. مفيش يا بابا، انا بس بطمن على حضرتك. انت شايف البلد قلق اليومين دول، وما ينفعش حضرتك تمشي من غير حراسه. ما تخافيش عليا، مفيش حاجة هتحصل. ولو إنه إحساس جميل قوي إني أحس إنك بتحبيني وخايفة عليا. أصلها مش عوايدك. طيب ممكن تخلي بالك من نفسك؟ وأنت كمان. اوكي، تصبح على خير. بوني يا حبيبتي. ما تقوليش ان بسنت قلقانه عليك. وإيه الغريب في كده؟ لما هو مش غريب. انت مستغرب ليه؟ على فكرة أنت وحشتيني. وانت كمان. بص ايوه انسه بسنت. انت نايم يا سيد؟ لا بجرب السرير. انت بتقول ايه؟ لا ما بقولش يا فندم، بقول اموريني. وش كده؟ يعني ايه؟ يعني باسم قال لك في وشك انه خارج من السجن عشان ينتقم من ابوكي؟ ايوه يا سيد، وطبعا مش قادره اقول الكلام ده لبابا. هتقولي له ايه؟ انا دفعت 750 الف جنيه لباسم عشان يخرج ينتقم منك، فهيقول لك قوي قوي يا حبيبتي. خليه يعدي عليا بكره في المكتب بس، والنبي وصيه ما يتاخرش عشان يخلص عليا بسرعه، عندي ميعاد. ممكن تتكلم بطريقه افضل من كده عشان اقدر افهم؟ انا اسف يا فندم، بس اصل الموضوع كله في شنك. عايزاها نصيحه، اطلعي نامي. اطلع انام يعني ايه؟ وايه في شنك اللي انت بتقول عليها دي؟ اصل باسم ابن عمك من الاخر يعني بقه ما بيعملش حاجه، فانا رايي يعني ما ترملوش ودن عشان ما تستخدمهاش في كلام فارغ. طب والكلام اللي هو قاله؟ طب انا راضي ذمتك. شفتيها حتى في فيلم هندي؟ الدنيا علمتنا ان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش. لا يبقى انت ما تعرفش باسم. باسم ممكن يعمل اي حاجه. زي ايه يعني؟ ممكن يقتل مثلا. يقتل؟ يقتل فرخه، يقتل كتكوت، يقتل سعادتك من الضحك، لكن يقتل كده بحق وحقيقي ودم؟ ما اعتقدش خالص يا فندم. انا رايي ارمي طوبته. سيد، عايزاك تخلي بالك من بابا الكام يوم دول، وما تشيلش عينك من عليه، وكلم باسم وفهمه انه الانتقام ده ملوش لازمه. لا كده واضح ان سعادتك مخبيه عني حاجه. لا، وهخبي عليك ايه يعني يا سيد؟ اصل عقليها سعادتك، واحده دفعت 750 الف جنيه للمحامي عشان يخرج واحد من قضيه، يقوم الواحد ده اول ما يخرج يبقى عايز ينتقم من ابوها عشان مش طايقه وعايز يخلص منه، ولا في اي اعتبار للجدعنه اللي انت عملتيها له. موضوع يعني ما يخشش دماغ عيل صغير، بس لو سعادتك فاهماه اشرحيه لي والنبي واحده واحده، عشان انا مش هاضم الحكايه دي كلها من اولها. صحيح، انا نسيت اقول لك تروح للمحامي عشان تصرف بقيه الاتعاب. ما انا برضه نسيت اقول لك ان انا كاتبه الشيك باسمك. ايوه طبعا صح. انا يا هانم